انا كنت معيد الاخصائيه التربيه خاصه اضطرابات نطق وكلام. هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا سالتني فيه اولياء امور كتير، وهو الطفل مش صبور او ما عندهوش صبر او ما بيكملش الحاجه للاخر. تمام. وده شائع جدا اليومين دول. طيب، ازاي اعرف ان ابني مش صبور او ايه الاعراض او كده؟ ان الطفل بيزن كتير، ما بيكملش حاجه للاخر، بيفضل يعيط، عايز ماما طول الوقت، مش عايز يعمل حاجه طول الوقت. ماما تعالي ماما تعالي اعملي لي الحاجه دي، ساعديني مش عارفه في ايه، مش عارف اعملها لوحدي، لا انا مش هعمل، مش انا مش عارف ده ما بيبقاش قله معرفه قد ما هو الطفل مش عايز يفكر او مش عايز يصبر على نفسه لحد ما يلاقي الحل. تمام. فاحنا المفروض نعمل ايه؟ اول حاجه لازم ان الام تبقى صبوره علشان الطفل يتعلم الصبر. تبقى صبوره ازاي؟ يعني المفروض ان هي ما تبقاش بتزعق على اي حاجه، ما بنتعصبش على اي حاجه، ما بنزعقش، ما بقولش الطفل لا مش عارفه، استنى دلوقتي، اعمل دلوقتي. هي لو هي مش صبورة على الطفل، فالطفل هيتعلم الاستسهال او هيتعلم عدم الصبر، او ان هو كلمة مش عارف او لا او مش عايز او مش هعمل او كده، او ان هو ما يحاولش. دي هتبقى عند الطفل. طول ما انا بعامل الطفل بالراحة وبهدوء، الطفل برضو وببرود، يعني ان انا ابقى باردة مع الطفل وانا بتعامل، اللي هو مبقاش منفعلة طول الوقت وكده ومتوتره وخلص بسرعه ومش عارفه ايه. لما طول ما انا بتعامل ببرود وبهدوء اعصاب، الطفل هيتعلم دوت، وهيبقى قدامنا مساحه للتفكير ومساحه ان احنا نعمل الحاجه. تمام. زائد ان الصبر مع الطفل والهدوء، هدوء الاعصاب مع الطفل بيخلي الطفل غصب عنه يحاول، لان هي هاديه معايا، خطواتها مش سريعه، ردود افعالها مش سريعه، فبالتالي الطفل بيحاول ان هو ياخد خطوه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان ما بقاش رد فعل سريع، بمعنى ان هو مثلا انا مراقبه الطفل 24 ساعه، فهو مش عارف يعمل حاجه دي فانا بجري عليه اعملها له، مش عارف يطلع على الزحليقه فانا بجري عليه امسكه واعملها له، مش عارف يلبس الشوز بتاعه فانا بجري عليه واعمل له الشوز واربطه له، مش عارف يعدل هدومه فانا بروح اعدلها له. بيبقى ردي سريع اسرع من الطفل. حتى لو الطفل هيعمل الحاجة او ما طلبش مني مساعدة، انا بروح ان انا ادي رد فعل سريع او ادي مساعدة من غير ما الطفل يبقى عايزها او طلبها مني. حتى لو الطفل بيطلبها مني او قال لي مش عايز او تعالي اعملها لي او مش عارف، المفروض ان انا يبقى طب حاول، طب اعمل، طب شوف كذا، طب اعمل كذا. تمام. فتاني حاجة ما ينفعش ان انا رد فعلي يبقى سريع. لازم اخلي الطفل يحاول، واستنى على كل محاولاته، واستنى ان هو يجيب اخره في كل المحاولات، او ان هو فعلا اتاكد ان الطفل مش عارف. تالت حاجة بقى ان انا ما استنتجش، او ان انا يعني افكر ان الطفل، او ان انا اعتقد لوحدي كده ان الطفل مش هيعرف يعملها. لا انا عارفه ابني مش هيعرف يعمل الحاجه دي. لا انت لو سبت ابنك يحاول هيعرف يعملها. فما ما تقوليش او تدي انطباع للطفل ان هو مش عارف، او ان هو مش قادر، وهو الطفل لو حاول فيها هيعرف يعملها ويعرف يجيبها. فانت حاولي ان انت تبقي صبوره على الطفل. برضو ان احنا نشجع الطفل على كل المحاولات الغلط اللي هو بيعملها. بمعنى يعني مثلا هو عمال يعدل التيشيرت بتاعه او كده، وعمال يعمله مش عارف يجيبها، برافو، برافو ان انت حاولت. مثلا جه يشيل الحاجه، فضل شايلها شويه بعد كده سابها، دي محاولة. مثلا حاول ان هو يحط كشاكيله في الشنطة بتاعته، دي محاولة. مثلا شال حاجة وغصب عنه وقعت منه، المفروض ان انا اشجعه على المحاولة حتى لو سببت ضرر، مش ان انا انت عملت كده ليه،
ده مش هيخليه ان هو يحاول بعد كده، او ان هو يساعدك، او ان هو يبقى صبور او يحل حاجه. برضو هو بيحل مساله او بيحل اي حاجه او بيكتب هوم ورك لوحده، احاول ان انا لو حتى في اخطاء كتير برافو، ان انا اقول له برافو، المهم ان احنا حاولنا والمره الجايه هنبقى احسن، واحنا عندنا مثلا دي ودي صح. حتى لو هو عنده حاجات بسيطه صح، لازم اعلمه ان هو حتى المحاولات الغلط اللي عندك انت خدت بوينت عليها، او كفايه بس ان انت حاولت. تمام. لازم ان انا ادي للطفل مسؤوليات، وان كل مره المسؤوليات دي بتزيد ووقتها بيزيد. بمعنى يعني احنا لو بعود الطفل مثلا على حاجات بسيطه، ان هو يشيل الحاجه ويوديها المطبخ مثلا، او ان هو يرتب حاجته، او ان انا ما برتبش حاجته، هو اللي بيحط حاجته في الشنطه، او ان هو بيعمل حاجه وبديله حاجات وقتها قصير، وبعد كده بديله حاجات وقتها طويل شويه، وبعد كده ببدا اطول في المده لحد ما يبقى بنعمل حاجات مهمات وقتها طويل. برضو بحاول ان انا لما اجي بقدم له مساعده لفظيه الاول. طب حاول تعملها كده، طب حاول تشقلبها كده، طب حاول ان انت تعمل كده. دي مساعده لفظيه. بعد كده بديله مساعده جزئيه، ان انا ممكن اعدل له الحاجه، او ان انا اظبط له حاجه معينه عشان هو يجيب الجزء الباقي. بعد كده ان انا اعمل له نموذج او حاجه مماثله ليها، فيبدا يعمل الحاجه اللي انا عايزاها او الحاجه بتاعته بنفس الشكل. تمام. لازم برضو ان انا العب معاه العاب فيها تفكير وفيها صبر، بتاخد وقت طويل مني عشان اعملها، وبرضو ببدا ان انا اجزأ له الوقت، وان انا ببدا معاه 5 دقايق، بعد كده 10 دقايق، بعد كده 20 دقيقه، بعد كده نص ساعه، ان هو يقدر يعمل الحاجه في وقت طويل. تمام. كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي لما انا ببدأ اعملها مع الطفل بيبدأ يتعلم الصبر. لان من اسباب ان الطفل ما عندوش صبر او ان هو ما بيبقاش صبور، ان انا دايما رد فعلي سريع، وان انا اللي بعمل كل حاجة للطفل، ما بستناش على الطفل ان هو يفكر، او ان هو يحل الحاجة اللي قدامه، او يظبط الحاجة اللي قدامه، او الحاجة اللي واقع فيها، او يدور على الحاجة بنفسه. فبالتالي ده بيبقى اسلوب حياته، علشان هو معتمد عليا، او في حد بيعمل لي الحاجه، او انا لو مش عارف حاجه هو بيفكر لي وبيقول لي. تمام. فبيبدا الطفل يسيستم ده على حياته كلها. وكل ما بنكبر طبعا كل دوت ما عدم الصبر بيزيد معانا، والطفل ما بيبقاش عنده قدره على التحمل والتفكير، وان هو يتصرف صح. تمام. كمان عدم الصبر بيوقعنا في مشاكل كتير بعد كده، بيخلينا ممكن نضيع درجات، يخلينا ان احنا ما نتعودش ان احنا نتحمل المسؤولية، ان احنا ضعاف، او ان احنا ما بنقدرش ان احنا نجازف في الحاجة، او ان احنا نقضي الحاجة المطلوبة منا بأحسن ما يمكن، او ان احنا ما نبقاش متحملين عبء الدراسة او عبء المذاكرة اللي علينا. فبالتالي مهما كانت ذكائنا او قدراتنا كويسة ما بنجيبش درجات كويسة. بس انا لو عودت الطفل على الحاجات اللي انا قلت عليها، ان هو يبقى ليه مسؤوليات، وان انا ازود الوقت، وان انا اعلمه ان هو يشترك في حاجات ليها وقت طويل، او مهمات ليها وقت طويل، وخليت الطفل يعملها، وان هو يحاول فيها، وان هو ينجزها، وان هو يبقى كويس فيها ويصبر فيها. فبالتالي وان انا ما ساعدهوش طول الوقت، وان حتى لو انا بقدم له مساعده بسيطه، وان انا بتدرج في المساعدات، ده هيخلي الطفل يبقى صبور، وبالتالي يتحمل المسؤوليه، وبالتالي مستواه الاكاديمي والمستوى العقلي عنده وشخصيته وكل الحاجات ديت هتبدا تتطور بشكل كويس. الصبر مهم عند الاطفال، ولازم يبقى طفلي صبور من هو صغير. وان انا لو ربيت الطفل على الحاجات والخطوات اللي احنا قلنا عليها ديت، هي بسيطه جدا، بس محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، ونبدا نعود الطفل عليها، علشان الطفل محتاج ان هي شخصيته تبقى صبوره، عشان يقدر ينجز ومستواه الاكاديمي يبقى كويس. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالكم بخير ودمتم بخير.